غمض عينك، ايوه غمض عينك اليمين، كتفك لتحت، واقف على مشط رجلك. حلو، هتعدي وتودي على طول وتشوط على طول. يا ولد يا ابن اللعيبه. هو ده ملخص الماتش، عشان لو مش عايز تكمل ووراك حاجه تقدر تستأذن دلوقتي. ده الملخص. حد يقول لي طب يعني ايه الكلام ده يا عم ابراهيم؟ ما احنا الشوط الاول كنا كويسين. اقول لك عندك حق. اقول لك السيناريو اللي كان مرسوم بالظبط ايه. في حد كلم الكابتن معتمد جمال وقال له الباك الشمال في الاتحاد جاي من الدرجه الثانيه، مش قصه بقى ضعيف فنيا بس مخضوض. الكابتن معتمد قال تمام حلو قوي. انا ما اعرفش مين اللي وصله المعلومه، بس انا برسم لك سيناريو اللي حصل قبل ما اوريك اي لقطه. لكن خلينا نقول انه جاي من الدرجه الثانيه واستاد القاهره واجواء واول ماتش قدام الزمالك، طبيعي يبقى في خضه. غير ان الوينج بتاعه ما كانش بيدافع معاه. كابتن معتمد عندهم باك شمال امكانياته حاليا في المباراه دي مش هتبقى عاليه، نقدر نستغل الحته دي ونلعب عليه. حلو الكلام، حلو. عمل الكابتن معتمد بصوا يا رجاله، احنا هنحول اللعب كله ناحيه اليمين بتاعتنا اللي هي شمال ايه؟ شمال الاتحاد. حلو. طب يا كابتن معتمد لما اللعيبه هتبدا تتحرك بعد نص الملعب، ممكن ترسم لنا ايه اللي هيحصل هنا؟ يعني هنا لما عمر جابر يوصل هنا ايه اللي هيحصل؟ هل في تحركات من اللعيبه المهاجمين؟ هل الوينج هيخش لجوه مثلا وفي معلومه رايحه لعمر جابر لما تتحرك على الخط على طول العب لبره، لانك هتلاقي لاعب واقف هنا مستنيك. هل الكلام ده حصل؟ ده اللي هنشوف. حد يقول لي احنا محتاجين دليل على الكلام ده يا كابتن ابراهيم، ما انت مش اي حد يطلع يقول لك كلمتين ويمشي. انت صح، تعالى يا صاحبي، تعالى انا وانت نشوف الدليل. يلا بينا. هجمه لنادي الزمالك اول 5 دقائق. مين ده؟ الباك الشمال بتاع الاتحاد اللي قلنا عليه. تمام. الكره هتتلعب في ظهره، هو اللاعب لسه مش مفوق، لسه اول ماتش ليه. كابتن عمر ممكن تلعبها هنا للشريف اللي واقف لوحده؟ ما لعبهاش. عمر جابر يشكر على المجهود بس الفينش ما جاش. حلو الكلام. نروح للكره اللي بعدها. الباك الشمال ضمم لجوه وسايب المساحه لعمر. هل ممكن نلعب عرضيه للكابتن ناصر المنسي اللي لوحده هنا والشبكه فاضيه؟ لا والله مش هقدر العبها. طب مش هتقدر ليه يا كابتن عمر؟ قال لك اصل انا حتى لو لعبتها له مش هيعمل بيها حاجه. بجد والله؟ قال لي والله. حتى شوف الكره اللي بعدها على طول عمر جابر حب يثبت النظريه بتاعته. قلت له وريني. لعب الكره لمين؟ لناصر منسي. كابتن ناصر، فورمه ناصر البرنس اللي انت عاملها دي، شايف الشبكه قد ايه؟ الجون واقف غلط، شوطها اي حاجه. يلا. لا مش هشوطها والله، انا اسف، انا بعتذر منك. خلاص مش مشكله، مفيش اي مشكله يا كابتن ناصر. طب ايه رايك في العرضيات اللي انت مميز فيها؟ المفروض ما شاء الله الدماغ حلوه وملوظه وانت لوحدك خالص، حطها في نص الجون. ممكن؟ يلا ها. مش ممكن برضو؟ مش مشكله. تاني استلمت الكره هنا، يعني انا قلت لك في الاولى اللي انت كنت جوه ال 18 شوط، هنا بتعمل ايه؟ قول لي. ما حلتش يعني؟ عايز تاكل اونيرو يعني؟ ما دي ما لهاش تفسير تاني ان انت تشوطها هنا بالوضعيه دي بجسمك ده وتوديها لاونيرو. اعرف ان انت ما حلتش قبل ما تنزل من البيت. حليت مفيش مشكله. تروح للكره اللي بعدها 1 2 وانت هنا في ال 18 هتقطع. ممتاز. ادم كاد بيلعب لك الكوره وانت في ال6 يارده. هات لحد يتوقع انت هتشوطها فين. ايه دي؟ بتصطاد حمام؟ ما احنا اكلنا وحلينا بالاونيرو. خلاص خلصت يا نجم، خلصت. مفيش بعد كده. بس ماشي عشان اللقطه دي انت صعبت عليا. خد كمان فرصه. يلا بينا. الكابتن هنا بيلعب له الكوره، لو سندتها للكابتن احمد شريف هيسجل. ايه بتقول ايه؟ اصل انت لو لعبتها له برضه مش هيعمل حاجه. هو انتوا كلكم واثقين في بعض كده للدرجه دي يا كباتن؟ طيب هنشوف بقى. تعال نشوف النجم بقى. والان مع فقره الكابتن احمد شريف. يلا بينا. اعتبرنا معي يا كابتن. يلا 1 2 صدرك لتحت، واقف على مشط رجلك، ود في البعيده. يلا ما تخافش. ود يا ولد يا ابن اللعيبه. الكره اللي بعدها يا كابتن، الكره جايه لك زي ما الكابتن احمد جميل علمك، مع احترامي للكابتن احمد جميل. هتلف صدرك وتحطها وتكتم بقى. اكتم بقى يا ولد يا ابن اللعيبه. هو ده. ما جاتش؟ طيب ماشي. تاني. لا ما تزعلش، عادي تحصل يا نجم النجوميه. تاني الكره جايه لك، شايف الاثنين اللي هناك دول؟ شايفهم 2 لعيبه من الزمالك. ممكن نسند ولا نحط في القريبه؟ اللي انت شايفه صح اعمله. يلا يا ولد يا ابن اللعيبه يا شريف. بتشاور. ممتاز. هو اللي بيشاور برضه. يلا بينا.
شاورت يلا. شايف الكرة دي هتتلعب في المنطقة، يعني انت الكرة هتتلعب اهي. بص من عمر جابر، بص بقى انت المفروض تبقى فين؟ المفروض تخش زي الوحش تكمل وتحط بدماغك. لا انا مش هقدر والله العظيم، دي ما اتعلمتهاش، انا عايز دي. طيب مش مشكلة، الكرة عدت وراح استلم. يلا روح ها كده، اكتم لجوه، حط على القريبة بقى على طول على طول. يا ولد يا ابن اللعيبة، انتوا ايه ده؟ يعني افضلك الجون؟ يعني انت عايز الجون فاضي مثلا؟ يا عم فضل، اعتبر الجون فاضي بس شوطها فيه. يعني اعتبر ان مفيش حد واقف في الجون، صبحي سليمان ده مش واقف. ممكن تسدد في المرمى يا اخي، يعني ممكن تسدد. ممكن اشوف الكوره ما بين الثلاث خشبات ده لو بعد اذن سيادتك، يعني انا اسف. ما هو لو ينفع نلعبك قالع، اصل انا عارف انت بتحب تقلع كده وتعمل الحاجات دي وتعدم الاقماع والكلام ده كله وانت قالع، بس هتاخد انذار. ما ينفعش، في قانون للعبه. حاول بقى على قد ما تقدر تشوف انت عايز تعمل ايه. يعني حاول تعمل، شوف اي حاجه اعملها. عايز تغير الكابتن احمد جميل اللي مش جاي معاك سكه رغم ان الراجل جامد، براحتك، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. بس المنظر ده مش عايزين نشوفه يعني بعد اذن سيادتك. رغم كل المأساة نيجي لمين؟ لمحمد شحاته. محمد شحاته واقف مع لاعب الاتحاد الوحيد اللي عمل حاجه في الماتش، سرق اللاعب اللي معاه وبص على عمر جابر قال له اتحرك يا كابتن عمر. حلو. من هنا اللي قطع الكوره محمد شحاته، وداها لمين؟ لعمر جابر اللي راح منها هجمه. مين هنا تاني اللي قطع الكوره؟ محمد شحاته اللي اداها لمين؟ يا ولد. مين هنا اللي بيلعب العرضيه للكابتن ناصر او بيلعب البينيه للكابتن ناصر؟ محمد شحاته. مين هنا اللي بيلعب عرضيه تاني للكابتن احمد شريف؟ محمد شحاته. مين هنا اللي بيطلع الكوره العدي وبيتلعب عرضيه؟ محمد شحاته. مين هنا اللي بيموه وبياخد الكوره ويطلع ثلاثه بره اللعبه والرابع ويدي للكابتن شريف عشان يعمل كده؟ ويا ولد يا ابن اللعيبه يعملها كده. مين اللي هيقلع هدومه من الفرقه؟ محمد شحاته. فلو في لاعب في الفرقه هيتشكر فهو محمد شحاته. عدي الدباغ عمل مباراه جميله وكل حاجه وممتازه، بس انا عدي بخسره هو وينج. العبه يا نجم فيرود يستغل الفرص دي، والعب اي حد وينج. ما هو ناصر منسي ما بيديش اهو يا باشا، ناصر البرنس اهو يا باشا ما بيديش حاجه. انا استنى على ناصر ليه؟ ما لعب عدي في مكانه، انا كده بخسر المكانين. يا كابتن معتمد يا نجم، انت كده بتخسر المركز المهاجم والجناح، بتخسر الاثنين وبتفقد لعيب زي عدي ممكن يحل لك الماتشات دي في ثانيه. اتمنى في ماتش البنك الاهلي نشوف حاجه بتتعمل يا كابتن معتمد في الملعب، اتمنى ده يعني بعد اذنك. نيجي لتقييم اللعيبه، نقيم اللعيبه في السريع منه. مهدي سليمان عادي من 10، يعني ما عملش حاجه النهارده، ما فيش حاجه جت عليه. محمود بنتايج وعمر جابر مجهود من 10، تنفيذ ما جيتوش. يعني انتوا مجهود من 10 من 10 في المجهود. السنس الاخير عرضيه مظبوطه مفيش. يعني انا بقولكش، يعني انا بقول لكم انتوا جامدين عشان بس بتجروا في لعيبه غيركم مش قادره تمشي، فالمجهود تشكروا عليه. اللمسه الاخيره في كل كوره وحشه. الونش عاش من 10، احسن من محمد اسماعيل اللي انا شايف الناس بتتكلم عليه، بس انا هعذره عشان الاصابه اللي جات له. كل الكور الطويله العاليه بيخسرها. فمحمد اسماعيل عادي من 10 النهارده، عادي. محمد شحاته نجم من 10. ادم كايد شغال من 10 النهارده، وما اعرفش هو خرج ليه، ما اعرفش. يعني الماتش الوحيد اللي اول مره اشوف ادم كايد بيلعب بيتسهل على نفسه الدنيا، شغال من 10 وبتطلعه ليه ما اعرفش. كابتن احمد فتوح ما جاش من 10، ما جاش. هو احمد فتوح جه؟ انا بتفرج على الماتش تاني ما لقيتوش، ما جاش من 10. عدي الدباغ ممتاز من 10 عشان مجهوده برضه، عشان بيلعب في مكان مش بتاعه. لعبه يا كابتن راس حربه، ما تخسرش المكانين، انت كده بتخسر المكانين. ناصر منسي حلة محشي من 10، حلة محشي وبطايه من 10. احمد شريف منبار من 10، منبار يعني. خسوا يا رجاله، خسوا اكل عيشكم يا رجاله، خسوا يا رجاله، خسوا يا رجاله. الموسم طويل ولسه لسه يعني احنا لسه في الاول، مش عايزين نفرهد بعض. التبديلات اللي نزل كابتن الكبير محمد السيد، ما شفتكش من 10، ما شفتكش اصلا، ما عملتش حاجه. احمد ربيع عادي كالعاده من 10. الكابتن الجميل شيكو بنزا اللي لسه جاي من يومين ولا من 3-4 ايام ونزل لعب، ما اعرفش لعب ليه يا كابتن معتمد. يعني عندك ايش والراجل اللي هو كان المفروض بيلعب، ما اعرفش. شيكو من 10، مهويه من 10، هتقول له ايه ده؟ محمد حمد الوحيد اللي يعني كويس من 10، لعيب كويس يجي منه.
بس فاهم يشتغل على نفسه اكتر، ما يصدقش اللي هو بقى لعيب كوره لسه، انت لسه زيرو. اشتغل على نفسك الموسم ده، اللي عنده احساس وعايز يبقى لعيب كوره. الاجواء اللي موجوده في الزمالك الموسم ده حلم لاي لعيب كوره. لو انت بره الزمالك هتتمنى تكون جوه الزمالك الفتره دي. لو انت لعيب طبعا، يعني مستواك اللي احنا شايفينه ده مستواكم نصها عادي، لعيبه عاديه. لو ما فيش ايقاف قيد انتوا في كتير منكم ما كانش في الزمالك. فاعمل ايه؟ استغل الكلام ده اللي نتمنى نشوفه الفتره الجايه. فيا كابتن معتمد، عندك ماتش البنك الاهلي، ما تتخدعش بالخساره. البنك الاهلي فرقه جامده وهنعمل عليها حلقه قبل الماتش. كابتن معتمد حاول تعمل اي حاجه عشان خاطرك انت، لان احنا مش هنستحمل اللي احنا شفناه الماتش اللي فات ده. لو وصلت معايا لهنا يبقى انت محرات تمام التمام. اعمل لايك وفولو واكتب كومنت وقول لي مين نجم الماتش. بالنسبه لي محمد شحات. سلام.